فانا بحييك يا كابتن شوقي، اهلا بيك. السلام عليكم كابتن شوقي، اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن؟ اخبارك واخبار نجوم مصر؟ حبيبي وحشني. سلام لكل نجوم مصر اللي معاك. حبيبي يا كابتن. طبعا ده حقه، حسين لعيب كبير جدا وعامل ماتش ممتاز، لعيب تقيل قوي في ال 18 وعجبني قوي قوي، يعني مش ماتش نهائي، بتتكلم في ماتش نهائي ولاعيب بيستلم الكوره براحته ويخش ويدي كوبري في حته زي دي وفي الوقت زي ده وماتش مشدود وجماهير زي كده. لا لعيب جامد جدا جدا جدا، وبصراحه من افضل لعيبه في مصر حاليا من وجهه نظري. انا حاسس بيك ان انت ما قدرتش تمسك نفسك فقمت منزل يعني تصريح زي دوت او كتبته على صفحتك، فده دليل على ان انت يعني مشاعرك هي اللي اتحركت تجاه لاعب الكل اتفق على امكانياته وعلى اخلاقه وعلى موهبته. ده حقه يا كابتن، انا ما اختلف معاك في كل حاجه، لكن لو ليك حق ده حقك يتقال، ما ينفعش انكره يعني. برافو عليك يا كابتن شوقي. بصفه عامه شفت الماتش ازاي؟ انا لسه كنت بتكلم ان كولر اضاع نتيجه كانت في المتناول للنادي الاهلي. انا وجهه نظر ان فرقه تقيله برضه، فرقه الوداد فرقه تقيله جدا، مش فرقه قليله، فرقه تخرج سان داونز ده برضه ما نسالش بيها. عملوا ماتش كويس، جايين عارفين هم عايزين ايه. ضيعوا برضه اهداف، مصطفى شوبير النهارده ما شاء الله عليه يعني برضه صد كره كويسه جدا وكان كويس. فلا بقى فرقه كبيره، ما ينفعش انت تقول النهارده ان هو ضيع فوز، لا فرقه كبيره بيلعب فرقه ثقيله وفرقه كبيره جدا. النادي الاهلي معلش صعد برضه، وكان مستواه كان في البدايه كان مش قد كده من وجهه نظري، ما كانش كويس في البدايات. بعد كده رجع الراجل بقى يلعب باسلوب كويس جدا في امكانيات لاعيبته. برضه النادي الاهلي برضه محتاج برضه في صفقات، طبعا النجوم عندك اكيد عارفين محتاجين حاجات في النادي الاهلي. فلا ان شاء الله باذن الله منه يعني مش نفسي بس اقول لك يعني ايه، ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. لا يعني ايه مش نفسك بس يعني مش فاهم. يعني انا ما اتمناش الاهلي بصراحه يكسب بما يرضي الله عشان خاطر ما ابقاش منافق، يعني انا بقول لك بما يرضي الله، لكن يلا ربنا يوفقهم. برضه مش عروستي عروستي يا شوقي. يعني ما اعرفش انت حطيتها. انا بقول لك عايز الوداد يكسب، ما اتمناش ان الاهلي ياخد البطوله، ما اتمناهاش، لكن لو هم اجتهدوا وهم الاحسن فربنا يوفقهم. طب ليه بعد اذنك يا ابو حميد؟ يا شوقي ازيك عامل ايه؟ اتفضل يا كابتن، اتفضل يا كابتن. انا اينو معاك يا شوقي. حبيبي يا كابتن ازيك؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. الحمد لله، حبيبي بالصحه والسلامه. انا ليه يا شوقي طب الاهلي ما ياخدش؟ لو كان الزمالك هو اللي بيلعب او الاسماعيلي كل الناس كانت هتلاقيها وراه، لكن انا اختلف معاك. هو الاهلي دلوقتي معلش مع احترامي ليك، هو يعني هي ديت سنه الحياه، انت تشجع الاهلي انا اشجع الزمالك، انت ماشي بس انا بتكلم براحتك، بس انا بتكلم في نقطه ايه اللي هو بيلعب باسم مصر، فاهم اقصد ايه؟ لا معلش يا كابتن انا اسف، دي حاجه ودي حاجه مالهاش علاقه بالوطنيه وبيلعب باسم مصر، هو حاجه ده انت حر، انت حر شجع اللي انت عايزه. خلي بالك انا بحترم كل نجوم النادي الاهلي وبحترم كل جمهور النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي يكسب دي بتزعلني، دي حاجه في نفسي، ما ينفعش ابقى منافق، لازم انا اقولها لك. ماشي بس انا بيبقى قرارك براحتك، مفيش مشكله وتشجع اللي انت عايزه، بس انا بتكلم اللي ده بيلعب باسم مصر، مش حكايه وطنيه ومش وطنيه. شحات كويس يا كابتن، ولما اطلع اقول مصطفى شوبير كان كويس، ده حقهم وده حاجه ما فيش حد ينكرها، وده حقه ياخده، واقول بما يرضي الله اقوله. لكن النهارده ان انت تيجي مثلا حد يقول لي لا شجع النادي الاهلي او تمنى، لا ما اتمناش النادي الاهلي يكسب طبعا. طيب شوقي ايه رايك النهارده في جمهور النادي الاهلي كان في الملعب؟ طبعا حاجه عظيمه، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان الاتحاد بتاعنا المحترم يساند منتخب مصر ويكون في جماهير زي كده في لمنتخب مصر يعني ان شاء الله. هل انت توقعت مع وجود جماهير، يعني انا دايما بسمي استاد القاهره استاد الرعب، قلت ده النهارده الوداد مش هيقدر يقف على رجله قدام الجمهور العظيم جدا دوت ولا؟ لا الوداد عنده جمهور برضه عظيم، جمهور. لا انا بتكلم طبعا ده اكيد، انا بتكلم على ان الوداد بيلعب في استاد القاهره حضور جماهيري عدى ال 70,000 متفرج من وجهه نظري. لا الفرقه متعوده على الجمهور. انت النادي الاهلي معلش ما بيلعبش بجمهور غير في بطوله افريقيا، غير كده ما بيلعبش. ده ممكن يكون ضغط على النادي الاهلي مش على لعيبه الوداد، ده لعيبه الوداد النهارده لعيبه تقيله متعوده على الجمهور، وجمهورهم برضه جمهور يرعب يعني. طب بمنتهى الاحترافيه او بمنتهى هي الاحترافيه، لو هنقول ماتش الوداد والاهلي في مركب محمد الخامس، حظوظ الفريقين ايه من وجهه نظرك؟ الفرقه طبعا يعني انا حاسس ان الاهلي هيكسب، ده احساسي، لان الراجل ده هيعرف يقفل برضه، وهيلعب بنفس التكتيك اللي بيلعب بيه، اللي هو يلعب بيرسي تاو وحسين
دي هتفرق معاه، هو بيلعب على الحته دي بره ملعبه. لكن الفرقه دي هتنزل ضغطه وهتكسر الدنيا، ده ماتش نهائي في ملعبهم. يعني ايه هتكسر الدنيا؟ يعني هتلعب بكل ما اوتت من قوه يعني. قصدك ان هم هيضغطوا مش هيفرطوا في الفرصه طبعا يعني. طبعا. حكم المباراه شايفه النهارده ازاي؟ حكم المباراه النهارده كان من وجهه نظر سيء، ما كانش قوي. يا كابتن؟ سيء. ليه؟ يعني في بعض الحاجات كده كان ضعيف فيها، وفي بعض القرارات جامل النادي الاهلي فيها. جامل النادي الاهلي؟ طب يا راجل، طب جامل الاهلي في ايه؟ طب مش فاهم. يعني شايف ان مثلا كان من وجهه نظر كان عايز يحسب حاجات كده على النادي الاهلي، في مثلا كور ممكن الكابتن انه يعرف مثلا في لاعب بيبقى مضغوط، مدافع مضغوط، ممكن اديله فرصه فاول عشان خاطر انقذه من الحته دي. في مثلا لعيب مزنوق مش عارف يتحكم في الكوره اديله فاول. يعني في حاجات يا كابتن كده الحكام بتعملها بتبقى حته ذكيه جدا، ما ياخدش باله منها غير الناس اللي لعبوا الكوره. ازاي ان انا اطلع اللاعب من المأزق ده، ان هو مثلا خلاص هيتضغط عليه ياخدها يتاخد منه مثلا تروح هجمه اديله فاول. في حاجات كده، في اي حاجه حكام اجانب ما بتحسبش الكلام ده. طب بس معلش يا كابتن شوقي، يعني الحكم ما كانش قراراته مؤثره لحساب الوداد على كلامك، يعني دي كلها حاجات يعني بسيطه جدا. لا يا كابتن، لو اعتبرنا ان كلامك ده سليم يعني. لا يا كابتن، لا انت بتركب فرقه على فرقه. ده انت ممكن اكون انا كمدافع مزنوق وخلاص المهاجم ضاغط عليا هياخد الكره مني ويروح، فخلاص اطلعه منها بفاول، اقرب منه مثلا، اقرب من الفرقه الثانيه بفاول قريب من ال 18. في حكام بتعمل كده. انت تعرف ان انا لما تابعت دلوقتي اغلب الاراء والتصريحات لكتير من يعني المحللين ورؤساء انديه واعلاميين سياسيين بيتكلموا في التوك شو السياسي، كله بيهاجم الحكم، يعني ان هو جه على الاهلي النهارده. ماشي، انت تحاكم يعني انت بتهاجم الحكم عشان خاطر انت اهلاوي، ده وجهه نظر. ولو زملكاويه برضه هيهاجموا الحكم عشان خاطر النتيجه مش بصالحهم. كابتن عافيت بيقول انت اهلاوي عليا انا يعني. هو ما حدش متفق على الحكم، كان من جماهير نادي كابتن عافيت بيشاور عليا. ما هو بيقول لك انت اهلاوي. انت بتقول عليا انا شاوي ولا بتقول على مين طيب؟ انا والله يا ابو حميد ما اعرف انت اهلاوي ولا زملكاوي. ابو حميد طنطاوي. يا نهار ابيض. بعد ده كله احمد زملكاوي كمان يا كابتن شوقي. يا شوقي انا عارف اتنصر معاك يا شوقي. كابتني يا حبيبي، ان شاء الله تكون بخير يا حبيبي. على فكره احمد زملكاوي قلبا وقالبا يعني بس بحترم النادي جميل. دي حاجه تزعل يعني. وانا بحترم فيه الحياديه بتاعته. الاحترام ملوش علاقه يا كابتن، احترام والله النادي الاهلي نادي كبير وكنا بنحترمه. المهم بس ان شاء الله كده عايزين نبقى نشوفك كده دايما. انا بحب على فكره تصريحاتك، انت حد على سجيتك قوي وبتقول اللي جواك شيء جميل قوي، ويعني كل التوفيق لكل الانديه المصريه. حبيبي ربنا يخليك يا رب يا كابتن. حبيبي يا كابتن شوقي حبيبي من مواليد المغرب تقريبا. لا لا الموضوع مش شوقي. انت من مواليد المغرب؟ مين كابتن اينو؟ انت من مواليد المغرب ولا ايه؟ انا بحبك وبعزك. لا انا من مواليد المنصوره. طب يا عم امال ايه؟ طب ده المنصوره كلها اهلاويه يا شوقي، بس انا يعني انت حبيبي واخويا، لكن كنت اتمنى ان انت تقول على فكره لو كان الزمالك هو اللي بيلعب كنت هتلاقي الناس كلها. انا قلت لك يا كابتن، انا قلت لك لو النادي الاهلي الزمالك يتغلب. ده في ماتش ايه ده؟ انت قبل كده؟ لا عمري. لا قبل كده انا سمعتك قبل كده. ايه اللي حصل؟ لا. سمعته قبل كده في برنامج قال لا معانا يا شوقي احسن. انا اتمنى يا كابتن اقول لك على حاجه، كابتن هيفت بعيد عن اهلي وزمالك. انا مش بتكلم عشان الاهلي. لا يعني اصل دي حاجه دي موجوده في البطوله لازم لا دي حريه شخصيه ترجع له. دي حريه شخصيه ترجع له. ايوه انا بحترم وجهه نظر شوقي على فكره، احترم اللي بيقول اللي جواه. انا معاك. بس هو اقول لك على حاجه، ما في كتير من النادي الاهلي مثلا لو نادي الزمالك بيلعب حتى في مباراه في الدوري بيبقى الناس عايز نادي الزمالك. انا معاك، بس ده المشجعين، لكن لعيبه الكوره اللي فاهمه النجوم اللي لعبت. لا وفي لعيبه كوره، انت هات اي حد. هو قرار شوقي، هات اي حد قرار يحترم، بس انا بتكلم النادي الاهلي مثلا نادي الزمالك بيلعب في بطوله مهمه او كده برضه هتلاقي نفس الكلام. ان شاء الله الاهلي هيكسب وهياخد البطوله، وانا بقول لك من هنا الاهلي هياخد البطوله يا عم ان شاء الله. كابتن شوقي انت زعلان ليه بس؟ ان شاء الله كده نكلمك الاسبوع اللي جاي وناخد رايك برضو في مباراه العوده. مش عايزك تزعل ومداخله يعني اعتقد ان انت دائما وابدا يعني بتثير الجدل كالعاده يعني عايز اطمن منك برضو على رؤيتك ايه لنادي الزمالك، لان كويس ان انت موجود معايا على التليفون دلوقتي. نادي الزمالك ومشاركته في البطوله العربيه، نادي الزمالك يحتاج الى صفقات جديده علشان يقدر يواجه الفرق اللي موجوده في البطوله العربيه، ولا ممكن الزمالك يرجع مع الراجل الموجود دلوقتي؟
نادي الزمالك يحتاج ان احنا نقفل على نفسنا شويه ونبطل نعرض مشاكلنا على العلن والعامه، ونقفل ونجيب ناس مناسبه للمكان المناسب، وربنا يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن شوقي سعيد، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا عبر الهاتف. في هرجع طبعا للكابتن محمد عبد الله، بس في كلمه انا لازم اقولها طبعا يعني تصريحات كولر، برضه هعرف رايك في تصريحات كولر، وشايف ماتش العوده ازاي. حضرتك بتقول الاهلي يلعب، وكولر قالها في المؤتمر ان هو عايز يجيب جون هناك، فده يبين ان هو بيفكر لا ان انا مش هلعب جيم دفاعي هناك، ده انا هلعب وهاجم عشان اجيب جون. هو لو لعب جيم دفاع هيخش فيه اكتر من هدف، لكن هو لازم يقابل الفرقه الوداد بانه برضه يلعب بشكل فيه توازن شويه ما بين الهجوم والدفاع. يعني ما ينفعش يدافع ولا ينفع يهاجم على طول، يعني ما ينفعش يهاجم بس ولا يدافع، ما ينفعش يلعب زي ما لعب هنا. ما ينفعش يلعب الدفاع متقدم من بدايه المباراه، هيوزع يعني التوقيتات في توازن، يعني التوقيتات بتاعته هو اللي هيختارها هو ولاعيبته. تمام. وعلى حسب برضه خد بالك على حسب حاله لعيبه النادي الاهلي هناك، برضه دي بتفرق كتير جدا. النهارده لعيبه النادي الاهلي معظمهم حوالي 90% منهم حالتهم كويسه، فعشان كده الحاله البدنيه بتاعتهم برضه فارقه معاهم كتير. يعني ما فيش فرقه دلوقتي في التوقيت اللي احنا فيه في نهايه مثلا موسم او في مباراه زي دي بيلعب بالشكل الضغط العالي البدني عنده عالي بالشكل ده. فالنادي الاهلي لا، النادي الاهلي لازم يبقى وضع في اعتباره. انا قلت لك ان انت بتلعب قدام فرقه كويسه ممكن تخطفك في اي وقت، فانت لازم تبقى عامل حسابك لكده. طريقه اللعب هناك لازم هتكون مش زي ما لعب بالشكل هنا. يعني ما انت النهارده كنت بتلعب مثلا اذا كان مروان واليو ديانج وحمدي هم الثلاثه لكن دايما كنت بتلاقي مروان وديانج هم اللي موجودين وحمدي بيزيد شويه معاهم، ده الطبيعي اللي احنا قلناه برضو. لكن انت ممكن المباراه اللي جايه انت محتاج يبقى فيه 4 فلات كده في الملعب يقفلوا لك نص الملعب علشان ما يبقاش فيه زياده من تحت، لان هم عندهم سرعات كويسه جدا. برضو مهم جدا اطراف الملعب اللي عندك لازم تبقى مقفوله كويس. يعني انت لو طلبت لو علي هو اللي موجود ومحمد هاني ممكن الزياده بتاعتهم تبقى بحساب. علشان برضو العامل البدني لازم يبقى متوزع بشكل كويس جدا عشان تقدر تكمل المباراه. ممكن تبقى تروح في مكان تاني خالص لو الضغط بقى عليك بشكل كبير، وطول ما انت محافظ على مرماك ان ما يخشش فيه هدف انت بتسبب توتر عند فرقه، توتر غير طبيعي. التوتر ده ممكن يبقى انت تستفيد بيه ويبقى ايجابي بالنسبه لك، لان انت ممكن تجيب هدف. انت لو جبت هدف الامور هتتسهل لك بشكل كبير، الملعب هيتفتح. فهو لما بيتكلم في نقطه اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها يجيب جون هناك، ان هو عايز يجيب جون، ده صح، هو لازم بيفكر صح. هو عايز يعني لازم يفكر يجيب جون، ولازم يفكر برضه ما يخشش فيه هدف. وفي نفس الوقت هو لما بيجي يتكلم النهارده على التحكيم، يعني مع احترامي الكامل، هو طبعا طبيعي المدير الفني هو شايف ان هو اتظلم، شايف ان في مثلا كان فرصه يبقى ضربه جزاء كانت هتفرق معاه كتير جدا. لكن انا عاوز اقول له ان انت لازم برضه تقول للاعيبتك اي فرصه تتاح لاي لاعب لازم تجيبها، لان انت متخيل النهارده لو كهربا جاب الكره للشوط الاول والشوط الثاني انت كنت هتبقى 4 النهارده. طيب كابتن اشرف قاسم يدي مين النهارده احسن لاعب في الماتش؟ هو 2 مصطفى شوبير وحسين الشحات. كابتن تامر بجاتو مين احسن لاعب يعني في الماتش النهارده؟ هو بالنسبه لي مصطفى طبعا، مصطفى شوبير. مصطفى شوبير وحسين الشحات طبعا، لان زي ما قلنا كوار ميته انقذ بيها النادي الاهلي النهارده وسببها حسين الشحات. مصطفى شوبير نفس القصه، 3 كور لا يسال عنهم بصراحه، كان الماتش راح في حته ثانيه خالص. ف يعني هم دول الاثنين اللعيبه. ثاني حاجه انا شايف ان ماتش هناك النادي الاهلي ما ينفعش يهاجم خالص بنفس الطريقه كان بيهاجم بيها، لان عنده مشكله في بدايه الهجمه. لازم نص الملعب يبقى مقفل جدا، الاطراف تبقى مقفوله، ويلعب على هنقول برضو النادي الاهلي ما عندوش دلوقتي الا الفروق الفرديه اللي هي تتمثل في حسين الشحات وبيرسي تاو ساعات لما بيروح في عبد القادر كمان. ولو ان برضو عبد القادر